هنشيل الجلد بتاعه قبل ما نشتغل ونعمل له اي طريقه ما عدا الرده. يلا مع بعض نقول الحكايه حلوه ونبدا بذكر الله وصلاه على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. عشان الجلد يطلع معانا بسهوله بناخده الاول من عند الراس وبنحدد كده ونخلع حته للجلد ونمسكه بايدينا كده ونشد، هيطلع معانا بسهوله بالشكل ده. استعمال الملح هنا عشان نقدر نمسك الجلد والحنشان ونشده بالطريقه دي. الناس اللي سالتني يعني ايه حنشان، او الناس اللي ما تعرفوش او اللي ما جربوش قبل كده، ده من احلى واجمل الاسماك اللي موجوده في البحار. الحنشان طبعا له قيمه غذائيه عاليه جدا وهو دسم ومعظم الناس بتفضله مدفون في الرز. بعد ما شلنا الجلد بتاعه هنبدا نقصقصه كده من كل الاطراف، وبعد كده هنفتحه من بطنه سنجاري حتى الدين، ولازم نشيل السلسله بتاعته ونغسله غسله كويسه كده بالخل والليمون عشان نسبه الزفاره فيها عاليه، وبعد كده هنقطعه تقطيعه مناسبه بالشكل ده. واحنا بنشرحه كده من على الظهر عشان ما يكشش مننا واحنا بنشويه، وهنديله بقى التتبيله الملح والثوم والكمون وبهارات السمك. في ناس كتيره قوي بتفضلها مشويه بالرده، وناس كتير قوي بتفضلها معموله طاجن كده بالبطاطس، اما جمالها في المدفون في الرز يا جماعه. بص بقى على الجمال، تعال رشه زيت بقى على الجريل السخن كده وانزل الحنشان بتاعتنا على ظهرها بالشكل ده، وبعد 7-8 دقايق هتاخد لون حلو كده. هبدا اقلبها برضو على الناحيه الثانيه لما تلون معايا، وتعالوا بصوا على الطريقه. هو ده بقى الشكل المطلوب. بعد ما نقلبها هتديني اللون ده كده، نفس اللون برضو على الناحيه الثانيه، واطلع الحنشان بتاعتي على الطبق. الناس اللي مستغربه شكلها واسمها يا جماعه، ديت حنشان اسماك او حنس سمك. اما اللي حضراتكم بتفكروا فيه فده طبعا ربنا يبعدني ويبعدكم عنه تماما، ده ما بيتاكلش. اللي بيتاكل حنشان السمك اللي موجوده في البحر. بص بقى على الجمال، هي كده بقى استوت لما خدت اللون الحلو ده. ناقصها ايه بقى؟ شويه صوص زيت وليمون. احنا عملناها مشويه زيت وليمون بالطريقه ديت قبل كده، ولكن ما كانش فيها بقى عمليه التنظيف ولا شكل الحنش كان واضح. حبايبنا كتير طبعا سالوني يعني ايه شكلها ويعني بتتنضف ازاي، وطلبتوا مني ان اعملها تاني، والنهارده ان شاء الله بحقق لكم المراد. ولو استفدنا من الفيديو هنحط له لايك جميل كده من حضراتكم ونشاركه للغير ونقول راينا في التعليقات. هنا بقى الحنشان استوت معانا. نفرش السرفيس بتاعنا او الطبق كده بشويه شبت وبقدونس وكزبره، وننزل الحنشان عشان طبعا تتفرج معايا بقى. وتعالى قرب، شايف؟ الله يا سلام على الجمال، طعم وشكل وريحه وقيمه غذائيه عاليه جدا. خيال يا جماعه الحنشان. ان شاء الله في الايام القادمه نعملها بقى طاجن بالفريك، طاجن بالصوص الاحمر كده، والبطاطس مشويه بالرده مقفول او مفتوح. اعملوا متابعه عشان تشوفوا كل جديد. اشوفكم على خير، دمتم في امان الله.